الفيلم بيبدأ مع الأمير أوجوندجي اللي معروف عنه إن عنده قوة سحرية جبارة ومحارب قوي جدا، لدرجة إن الممالك كلها بتعتبر وجوده معاهم في الحرب بمثابة النصر، لأن أي حرب مش بيشارك فيها فالجيش بيخسرها مهما كانت قوته. بعدها بنروح لمملكة اسمها كيتو، وبنشوف رجال مسلحين هما بيهجموا على القرية وبيقتلوا اللي فيها علشان ياخدوا تاج الأجداد ويرجعوا بقى المملكة بتاعتهم. وبيدخل زعيم اللصوص دول علشان يتكلم مع الملك واللي اسمه كاياجا، وبيسأله على تاج الأجداد، لكن الملك بيرفض يقول له على مكانه، وزعيم اللصوص بيهدده انه هيخلص على مراته وبناته. ساعتها الملك كاياجا بيقول له على مكان التاج لانه خايف عليهم. زعيم اللصوص بيبعت واحد من اتباعه علشان يجيب التاج، وبيقعد هو على كرسي الملك. وفي الوقت ده بيظهر شخص من وراه بيقطع ايديه، وبيكون الشخص ده هو اوجوندجي اللي جه علشان يساعد الملك كاياجا وبيخلص على اللصوص وبيمشي. بعد كده بنشوف شاب اسمه بوتيجا وهو ماشي في الغابة رايح علشان ينضم لمدرسة اوجوندجي لتعليم المحاربين، لكن أثناء ما هو ماشي بيقع قدامه شجرة عملاقة بتقفل عليه الطريق. ساعتها بيقف بوتيجا وبيبان القدرة بتاعته هي التحدث للشجر، ويفضل يتكلم مع الشجرة لحد ما بتتحرك وبترجع مكانها مرة تانية، وبيكمل طريقه لحد ما بيوصل للمدرسة. هناك بيلاقي طلاب كتير قاعدين قدام الباب مستنيين يدخلوا، وبعد شوية الباب بيفتح وبيجري كل الطلاب على جوه، لكن بيكون في مفاجأة مستنياهم وبيتضرب عليهم نار وهم داخلين، وده علشان هم جايين يتعلموا ازاي يكونوا محاربين. بعدها بيدخلوا كلهم وبيكون في ناس في استقبالهم وبيسألوا كل الطلاب ليه عايزين يبقوا محاربين. أثناء ما هم واقفين بيظهر جاسوس وبيهجم على الحراس، لكنهم بيقدروا يتعاملوا معاه وبيخلصوا عليه. بعدها بيبدأ كل الطلاب في التدريبات بتاعتهم والطقوس اللي بيعملوها، وبيتدربوا كل يوم على طرق مختلفة من القتال. بعدها بنروح لمملكة اسمها موديدي، وبنشوف الملك وهو بيتخانق مع أخوه وبيقول له يتنازل له على العرش مقابل إنه يحافظ عليه، لكن الملك بيستخدم السلطة بتاعته غلط وبيعتدي على الأراضي اللي جنبهم. ده بيخلي الاتنين يتخانقوا مع بعض، وكل واحد فيهم بيقول على نفسه إن الملك الشرعي هو اللي يستحق الحكم، ووصلوا للحل في الآخر إن الموضوع لازم ينتهي بالحرب. ساعتها بيروح الملك علشان يتفق مع أوجوندجي إنه يسانده في الحرب، وفعلا أوجوندجي بيسانده في الحرب وبيبعت معاه جيش، وبتقوم معركة قوية جدا بينهم. لكن المشكلة إن أوجوندجي مش بيشارك بنفسه في الحرب، وبيكون قاعد مع رئيس أركان الجيش واللي اسمه بوجومي، وبيعرف إن الجيش بتاعه في طريقه إنه يخسر. بيستخدم أوجوندجي سحره علشان يشوف اللي بيحصل في المعركة، وبيعرف إن الجنود في موقف سيء وممكن تتهزم. وساعتها بيستدعي الشيطان الجحيم اللي بيستعين بيه في الحروب بتاعته. فعلا الشيطان بيقلب موازين الحرب وبيساعد جيش أوجوندجي إنه ينتصر. ده بيخلي بوتيجا مندهش من اللي بيحصل وبيفضل باصص على الشيطان وخايف منه. بعد المعركة بيتكلم أوجوندجي مع المدربين اللي سمحوا للطلاب إنهم يشاركوا في الحرب، وبيقرر إنه يعاقبهم ويحبسهم في زنازين من غير لا أكل ولا شرب. في نفس اليوم بالليل بنشوف الجنود كلهم وهم قاعدين بيرتاحوا، وبيوصل البنات المسؤولين عن الأكل وبيقولوا لهم إن كمية الأكل مش كتيرة وكل اتنين هيقسموا مع بعض وجبة واحدة. ساعتها بيخرج واحد من الجنود وهو بوتيجا وبيقول لها إن الوجبة أصلا مش بتكفي الشخص الواحد، فإزاي عايزين نقسمها على اتنين، وبيقول لها إنه معترض ومش هياكل، وبيبدأ ينادي على كل الجنود إنهم هم كمان ما ياكلوش. لكن المشكلة إنها بتروح تقول له الحراس، ولما بيعرفوا بيعاقبوه بإنهم بيربطوه في شجرة وبيجلدوه. والبنت بتفضل واقفة تقول له يعتذر ليها علشان تطلب من الحارس إنه يخفف عليه الضرب شوية، لكنه بيقول لها إنه مش هيعتذر ولا حاجة. ده بيخلي البنت تعجب بيه وتشوف إنه شجاع ومش بيخاف. بتروح تديله أكل زيادة وبتقول له إنها أعجبت بالشجاعة بتاعته، لكنها متضايقة إنه اتكلم معاها بشكل وحش قدام الجنود كلها وكان لازم ياخد جزاؤه. هو بيقول لها إنه ما كانش يقصد يكلمها كده، لكنه بيكره لما يحس إن في حد واكل حقه. بعد كده بنروح لقصر أوجوندجي وبنشوف مراته وهي بتتحايل عليه إنه يعفو عن السجناء اللي حابسهم، اللي هم القادة الكبار في المدرسة بتاعته. بتحاول إنها تقنعه إن ولائهم ليه هو والمفروض يحافظ عليهم، لما بتتكلم معاه بيحس أوجوندجي بحاجة غريبة بتحصل. فعلا بيكون في السجن في واحد من الحراس بيدي السجناء أكل، بالرغم من إن أوجوندجي حذرهم إن محدش يديهم أكل أو شرب. على طول بيتحرك أوجوندجي على السجن وبيأمر الحراس إنهم يقتلوا الحارس اللي كسر أوامره ويطلقوا سراح السجناء الثلاثة. فعلا السجناء بيخرجوا والحارس بيتحكم عليه إنه يموت محروق. بعدها بنشوف الملوك بتوع الممالك المجاورة وهم قاعدين بيتكلموا إنهم عايزين يعملوا مهرجان كبير علشان يقدموا فيه الهدايا لأوجوندجي علشان يفضل في صفهم. الناحية التانية بنشوف بوتيجا وهو واقف بيتكلم مع البنت اللي اتسببت في إنه يتجلد قبل كده، واللي من وقتها وهي معجبة بيه وبشجاعته. بنعرف إن اسمها كيتان وإنها تبقى بنت أوجوندجي، وبتكون واقفة بتتكلم معاه، لكن والدتها بتعرف بالموضوع ده وبتخرج علشان تزعق لها وتنادلها تدخل جوه. ولما بتدخل بتفضل والدتها تزعق لها على اللي بتعمله، وبتقول لها إنه لو شافها وعرف اللي بتعمله ده هيحصل مشكلة كبيرة ليهم هما الاتنين. بعدها بتمشي كيتان وبتسيب أمها لوحدها في القصر. فجأة بيظهر 3 أشخاص بيهجموا عليها علشان يضربوها بالنار، لكنها بتكون عاملة سحر بيمنع الرصاص إنه يخترق جسمها. وبيسمع بوتيجا الصوت وبيرجع علشان ينقذها، وهو كمان بيعمل تعويذة بيتخلص من ال3 اللي كانوا واقفين قدامه. بنروح بعد كده لمملكة لاريني، بنشوف قائد اسمه بوجومي وهو بيستعد علشان يغزو قرية تانية. مراته بتفضل تقول له إنها خايفة عليه وإن الحرب دي نار بتحرق أي حد يقرب منها سواء كان انتصر أو اتهزم.
هو بيقول لها انه ما يقدرش يرجع في قراره علشان هيتقال عليه انه جبان وخايف من الحرب. مراته بتفضل تقنعه وبتخلي اختها تساعدها وتقنعه انه ما يروحش الحرب. بعدها بيروح علشان يقابل اوجوندجي وبيقول له انه مش هيروح الحرب. ساعتها اوجوندجي بيتعصب عليه وبيفضل يزعق له وبيقول عليه خاين وبيعصي اوامره وبيسيبه وبيمشي. تاني يوم بيكون في احتفال كبير في المعسكر، بيكون في مسابقة مين يرمي الحربة بتاعته وسط الحلقات المتعلقة، وبنعرف ان محدش كسب المسابقة دي قبل كده غير اوجوندجي نفسه. وبيفضل الطلاب يحاولوا يجربوا لحد ما بيقدر بوتيجا والناس كلها بتفضل تحتفل بيه. في نفس اليوم بالليل بتقول له كيتان انها فخورة بيه وبالانجاز اللي حققه. هو كمان بيكون مبسوط انه كمان كسب المسابقة اللي محدش قدر يكسبها غير اوجوندجي نفسه، وبكده هيكون محارب عظيم. في الوقت ده بنشوف اوجوندجي وهو قاعد بيفكر في ان المعسكر كله كان بيكتب باسمه بوتيجا، بيكون خايف ان الناس تشوف انه بطل. تاني يوم بيقرر اوجوندجي انه يعمل مسابقة بين بوتيجا وبوجومي، وتكون قتال حتى الموت ولازم يخرج منتصر منها واحد بس. وبوجومي بيكون متضايق وبيقول ان كده هيضطر يقتل شاب صغير، لكنه بيكون مضطر. ولما بيتكلم مع مراته بتقول له ان اوجوندجي عايز يخلص على بوتيجا ومش عايز يكون ليه يد في الموضوع علشان يثبت قدام الناس كلها انه مش بطل ولا حاجة، علشان كده حطه في مواجهة محارب عظيم زيك. وبعد شوية بيجي ميعاد المسابقة وكل الناس بتكون متوقعة ان يوجومي هو اللي هينتصر لانه خبرة وقوة من بوتيجا. وفعلا بيظهر فرق في القدرات الكبير بينهم هما الاتنين، وبوجومي بيكون هو اللي مسيطر على القتال لحد ما بيقدر بوتيجا انه يستخدم تعويذة وبيقضي على بوجومي. ومراته بتكون زعلانة وبتفضل تصرخ لانها مش مصدقة نفسها. بعدها بيروح اوجوندجي بيقول لبوتيجا ان عنده اختبار تاني علشان يشوف هل يستحق انه يترقى ولا لا، والاختبار ده انه يفضل في التابوت ل7 ايام من غير اكل ولا شرب. ولما بيروح بوتيجا يقابل كيتان وبيقول لها، بتفضل تقول له انها واثقة فيه وعارفة انه يقدر يعدي من الاختبار ده، وبيفضل يقول لها انه بيحبها ومستعد يعمل اي حاجة علشان يتجوزها حتى لو يقعد في التابوت ال7 ايام. بيعرفها ان حتى لو مات هيفضل يحبها، لكنها بتفضل تقول له ما يقولش الكلام ده وهي واثقة انه هيخرج بسلام. وفعلا بيجي وقت الاختبار وبينزل بوتيجا في التابوت والحراس بيقفلوا عليه. بيعدي من وقتها 3 ايام وبنشوف كيتان وهي قلقانة عليه، والدتها بتروح تتكلم معاه وبتقول لها ان مفيش ترقية هتحصل من غير ما يكون دافع ثمنها علشان يظهر قدام الناس انه يستحق الترقية دي، وعشان ابوك يوافق انكم تتجوزوا ويبان قدامه انه شجاع ويستهلك، ولازم يكمل 7 ايام كاملة. وبعد ما بتمشي بتقرر كيتان انها تروح للتابوت وتحط اكل وميه لبوتيجا. وفي الوقت ده بيعرف اوجوندجي باللي بيحصل، قرر انه يزود العذاب عليه وبيأمر رجالته انهم يرموا التابوت في الميه. ولما كيتان بتهرب بتفضل قاعدة على الشاطئ وبتعيط وبتقول انها كده مش هتشوفه تاني. وبيكون بوتيجا عمال يتكلم مع الخشب ويستخدم قدرته في التكلم مع الاشجار، وبيأمره انه يفتح ويخرجه من التابوت ده، لكن مفيش حاجة بتحصل. والتابوت بيقع في الميه والميه بتدخله جوه من كل حتة وبيكون مش عارف يتنفس، لحد ما فجأة التابوت بينفجر وبيطير لفوق وبيخرج منه بوتيجا سليم. وفي نفس اليوم بالليل بيرجع على المعسكر، والجنود كلها اول ما بتشوفه بتجري عليه وبيفضلوا يحضنوا فيه وبيقولوا ان اللي عمله ده حاجة كويسة جدا، وكيتان هي كمان بتكون فرحانة بيه جدا. بعدها بيتكلم اوجوندجي مع بوتيجا وبيقول له على الاختبار الثالث، وانه يروح على قرية اسمها الاجي ويقضي عليهم كلهم. وبيعرفوا انه دول اللي بعتوا ال3 ارواح علشان يقتلوا مراته ولازم ياخدوا جزاهم. فعلا بياخد بوتيجا 2 معاه وبيروحوا على القرية، وبيكون هناك في احتفال بعيد عنهم. بوتيجا بيكون مش عايز يخلص عليهم اثناء الاحتفالات بتاعتهم، لكن واحد من اللي معاه بيقول له ان دي اوامر اوجوندجي ولازم نسمع كلامه. فعلا بينزلوا على القرية هم ال3 وبيكونوا اقوياء جدا وبيقدروا يخلصوا عليهم كلهم، والاتنين اللي مع بوتيجا بيموتوا وبوتيجا هو الوحيد اللي بيخرج عايش. بعدها بيمشي في الغابة بيتفاجئ ان اوجوندجي بعت وراه الشيطان علشان يخلص عليه، وبوتيجا بيفضل ينادي على الاشجار علشان تساعده. الاشجار بتساعده بتخلص على الشيطان. واول ما بيروح بوتيجا علشان يشيل القناع من على وشه بيتفاجئ انها تبقى كيتان حبيبته، وبيفضل يعيط ويسألها ليه اوجوندجي كان بيستخدمها وبيعمل عليها طقوس علشان تتحول للشيطان. فبتقول له ان اوجوندجي مش والدها الحقيقي، وانه هجم على القرية بتاعتها وخطفها لما كانت صغيرة وشاف فيها قدرات سحرية، وقرر يخليها معاه ويربيها علشان تساعده في الطقوس بتاعته. بيسألها ليه ما هربتش منه من زمان، فبتقول له انه بيستغل ارواح الابرياء وبيستخدمهم ومحدش بيقدر يهرب منه. وبتفضل تتكلم معاها لحد ما بتموت، وبوتيجا بيفضل يصرخ من الغضب اللي جواه. تاني يوم بيتحرك بوتيجا على المعسكر وبيكون شايل جثة كيتان على ايده، وبيقف يقول خطبة لكل الموجودين انهم لازم يتحرروا من عبودية اوجوندجي ويخرجوا من السيطرة بتاعته. وبيفضل بوتيجا يتكلم ان اوجوندجي هو اللي خطف كيتان وهي صغيرة وقتها ناس كتيرة ملهاش ذنب. ساعتها بيظهر اوجوندجي وبيبدأ يضرب في كل الموجودين في المعسكر ويتخلص منهم، وبيفضل يضرب في بوتيجا ومحدش بيكون قادر يقرب منه، لحد ما بتقرر مراته انها تتخلص منه من ظلمه، تاخد الخنجر اللي فيه نقطة ضعفه وبتضربه بيه في ظهره علشان تخلص عليه. ساعتها بيستغل بوتيجا الفرصة وبياخد السيف وبيخلص عليه، وبكده بينتهي شره. وكده يخلص الفيلم بتاعنا النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.